ومن النعم العظيمة هي أن يبعد الله عنك طبع الفضول. لا أنت مهووس بحياة الناس وتفاصيل عيشهم، ولا مهتم بالجديد ولا أسرارهم، وما تركض وراء القيل والقال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد. مش هقول روتين، هو مش روتين قوي يعني. انا حرفيا بقالي كتير قوي ما صورتش، يعني تقريبا داخله في 15 يوم. طبعا بعد العيد بقى والكسل والحاجات دي طبيعي يعني. انا اخدت بعد العيد واخدت رمضان اخدت كله، بس فعلا ما عنديش وقت خالص اصور. آه، فحبيت اعمل معاكم بقى كده أكلة هي مش جديدة، يعني هي كفتة. لسه حبيت اعملها افتكاسة شوية. هنا كنت هضرب البقدونس مع البصل. طبعا المفروض تضربي البصل لوحده والبقدونس لوحده، بس انا يعني منع الموقود الفظيع ده، ضربت الاتنين مع بعض وحطيتهم على اللحمة. وابتدي بقى احط التوابل بتاعتي، فلفل وكمون وكزبرة ناشفة وسبع بهارات وبصل بودر وتوم بودر وايه كمان، بس يعني كفايه كده. كنت احط صويا صوص بس معرفتش افتح الازازه خالص فمحطتش يعني. بس الوصفه دي جربوها عشان تعجبكم جدا 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 جدا. طلعت حلوه قوي وخفيفه بصراحه، عجبتني جدا. وحطيت بابريكا مدخنه وحطيت ملح بس كده، وهديهم ضربه بقى تاني كلهم مع بعض، يعني اللحمه مع الخضار. بجد انا حبيتها قوي قوي. انا بقى مش هعملها كفتة عادية، يعني مش هعملها كفتة اللي هي الاصابع دي، لا انا هعملها شبيهة لكفتة داوود باشا كده شوية، بس انا مش هعمل بقى صلصة وحاجات زي كده. عملتها كور بالشكل ده، وابتدي بقى اشكلها كلها زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ده كان يعني نص وشويه. عمل معايا حبه حلوين، ويعني انا عملته فضل كمان حبه شلتهم، عمل معايا دول حلوين جدا وطعمها بصراحه طلع خطير. انا هنا بقى هحمرها في زبده، ممكن انتي تحطيها في الفرن هتبقى برضو حلوه قوي معاكي، بس انا اخترت ان انا اعملها محمره. فحمرتها كده في زبده، وهعمل لها كده تركايه. ممكن انتي تاكليها كده على طول محمره، بس انا حبيت اعملها يعني بالطريقه دي لان كان عندي جبنه موزاريلا فقلت احطها. تسليم ملناش دعوه بيه، قلت احطها في طاجن واحط عليها حبه جبنه موزاريلا. كان طعمها حلو قوي 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 بجد، وشكلها يجنن. بجد خطيره، يعني سواء انت عملتيها محمره واكلتوها او حطيت لها جبنه موزاريلا من فوق، ده كده كان شكلها. وعملت جنبها رز ابيض، ممكن تعملي بقى انتي جنبها سلطه، ممكن تعملي انتي بقى جنبها سلطه دي هتعملي في الكلام، ممكن تعملي جنبها سلطه، ممكن طحينه، تبقى حاجه كده عظمه حلوه جدا. هنا بقى كنت جبت تسترات اللي هي بتاع باس اند بودي. دي مش اوريجينال، اللي هي تحت الاوريجينال. مش عارفه نسيت اسمها نسيت اسمها، بس هي بتبقى قريبه من الاوريجينال وحلوه جدا واسعارها حلوه. يعني دول كانوا 9 وتحفه تحفه بجد، خطار جدا وكان سعرهم كويس. كنت جايباها انا واختي وطلعت حرفيا فظيعه. هنا بقى دي التسريحه بتاعتي والله. نسيت الشباك مفتوح بتاع الاوضه، وتراب بطريقه تخوف، والله تراب بطريقه تخوف. ده بعيد عن ان هي اصلا مبهدله، يعني ده حاجه ودي حاجه تانية. دايما بوريها لكم هي مبهدله بس مش بصورها وهي مطربه كده، فقلت بقى اعملها معاكم. تراب حرفيا كان فظيع فظيع فظيع. فهنا بقى ابتديت كده الم كل الحاجات، عشان طبعا الصينيه اللي انا حاطه عليها دي هغسلها، لأنها كانت فعلا حرفيا تراب بطريقه فظيعه. مش عارفه والله، زي ما بقولكم يعني هي بعيد عن ان هي مبهدله، التراب شكله يخوف اصلا. حبيت ان انا يعني اعملها معاكم واوريكم المنظر ده معايا. المهم قلت بقى بالمره خلاص، يعني مادام بقى يعني هروقها وكده، فبقى انا كده يعني كل يعتبر ما بتيجي تتبهدل ببتدي ان انظمها من اول وجديد. دي حلقان جبتها
قلت يعني شكلها حلو البسها وكده، شكل مش عارفة وردة ودبدوب وبطيخ وكده، بس انا اصلا عندي حساسية من الحاجات دي فما استحملتهاش طبعا. هو واحد بس اللي استخدمته ورحت رميته. الحاجات اللي هي بتبقى الفالص دي في ودني بيجيلي منها حساسية شوية. هنا بقى ده كده الكومود الصغنن ده، ابتدي كده انظم فيه الحاجات. هنا اشيل المفرش، بيبقى عليه بقى دبابيس واقعة وكده فبشيله، وبخلي بالي طبعا عشان لو عليه دبابيس او كده. وهبتدي امسح الازاز، امسح كده بقى الازاز لانه كان موسخ، فببتدي كده امسحه وهنشفه. بعد كده هفرش المفرش تاني. ففرشت بقى المطبخ فرشت المفرش ونشفت كده الصينية دي ورجعتها تاني، وهبتدي بقى ارص عليها في مشكلة، ارص عليها بقى البرفانات وكده. البرفانات دي حلوة قوي بجد، يعني هي مش اوريجينال ولا اي حاجة، بس عارفة الروايح حلوة قوي. اللي بفكر اجيبها اللي هي الحمرا، بس مش عارفة بصراحة تبقى ريحتها عاملة ايه. طبعا البرفانات دي كلها بتتحط في الشقة ما بتتحطش برا، لان هي معظمها اصلا بتبقى ريحتها قوية وباينة، فطبعا ده غلط. شايفين اللي هي دي اسمها ايه؟ نسيت اسمها، متاكلة حرفيا مش معطوط منها، لا متاكلة. فببتدي كده ارسهم بالشكل ده. ده كده سيروم بتاع الشعر، مش عارفة اوريهولكم دلوقتي اكيد يعني. سيروم بتاع الشعر كنت جايباه من جروب اونلاين، بيرطب بقى الشعر يعني بيحافظ على ترطيبه حلو جدا. وده سيروم الوش من مستر راشد، حلو برضه قوي، مرطب فحلو جدا. وحطيت بقى المستات والحاجات دي حطيتها كده قدام شوية، اللي انا مشترياها بجد طلعوا حلوين جدا. المهم المستات دي ريحتها حلوة جدا، بس هي طبعا مش ثابتة ثبات قوي او كده. بس انا بالنسبة لي بستخدمها في الشقة، ف يعني مش هحتاج ثباتها قوي في حاجة يعني. ريحتها حلوة كويسة جدا، وريحتهم مش من الروايح اللي هي المزعجة او كده. يعني بالنسبة لي حبيت فيهم اللي هي ريحة الورد قوي وريحة اللافندر، انا كده حبيتهم كلهم. واللي هي السويت دي برضو حلوة جدا. فهي روايح يعني كلها بصراحة حلوة، العلبة كلها جت روايحها كلها يعتبر حلوة ومميزة ومش عندي. ف حطيتهم هنا، وحطيت هنا بقى دي المرطبات بتاع الايد وايه مش عارفة. وهنا الاكلادورات بتاعتي اللي حيلتي ما اشتريتش اكلادورات بقى كتير قوي، فدول اللي حيلتي يعني. وحطيت بقى هنا كده الزيوت والحاجات دي، حطيتها برضو لورا كده شوية. وده بقى الدرج، حطيت فيه حبة توك وفيه دبابيس وحاجات زي كده. وده كده كان شكلها بعد ما رتبتها. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبك ما تنسوش تدعموني باللايك